السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض في فيديو جديد. طبعا يا جدعان النهاردة فيديو بسيط جدا. هوريكم فيه الزرع وروتين يومي كده، حاجة بسيطة، حاجة سريعة. بس ما شاء الله الريحان بدأ يطلع الزهور بتاعته، والجو بدأ يتحلو، فهنطلعهم برا قريب ان شاء الله. طبعا عندكم الشتلات بتاعت الطماطم اهي. في شتلات طبعا بتفيص مننا عشان اهي، بصوا. يلا الحمد لله، وان شاء الله ربنا يعوضنا خير فيهم يعني. بس في شتلات برضو كويسة يعني. تمام. ف قريب جدا هنقلهم يعني بإذن الله، عشان الجو ده يتحسن خلاص. فهنقل يعني زي ما شايفين انتوا الضراوة اهي. والجرجير برضه عايز اعمل له حوض اكبر من ده عشان ده صغير عليهم. وده النعناع، بسم الله ما شاء الله يا جدعان، شايفين شكله عامل ازاي دلوقتي. شوف الحاجات دي اول ما شريتها شكلها كان عامل ازاي، ودلوقتي ما شاء الله شكلها عامل ازاي. فربنا يبارك يعني. اهم حاجه الريحه بتاعتهم دول، ريحتهم جامده أوي ما شاء الله يعني. وبعد كده بجمع اكل من بتاع كده بتاع الحمام، كاملة علبة من دي تكفيهم يعني. بحطها في بس كده. ازازة المية بتاعت الحمام كده فل اوي يعني. بيطلع الحمام اول حاجة بقولها كتاكيت اكلهم واشوف عايزين مية، وبس كده. بعدين بيطلع الحمام. هو ما شاء الله يا جدعان شايفين هنا كتاكيت اهي، اللهم صل على النبي يعني، اهم. فالمهم هحط لهم بس اكل، خلاص ميتهم موجودة. حط لهم اكل هنا، علف بتاع، لو بحط علف بادي 23% بروتين. تمام. هديهم العلف ده شوية لحد ما يكون عندهم مثلا، يعني مثلا شهرين 3 شهور كده بالعلف ده، وبعدين هبدأ أغيرهم. أنا حاليا بديهم العلف ده، بديهم شوية من أكل الحمام عشان يبدأوا يتعودوا على علف، على حاجة إنهم ياكلوا الحبوب. لا، أكل الحمام فيه شعير، فعايز أعودهم إنهم ياكلوا الحبوب عشان إن شاء الله لما يكبروا أنا هأكلهم يعني ميكس كده، لا ذرة مع، يعني مخلوط. تمام. لا ذرة مع قمح مع شعير مع شوية علف مع كل حاجة، عشان يتعودوا على الحاجة دي ويعرفوا يهضموها كويس. فان شاء الله بعودهم من دلوقتي يعني الحاجات دي. زي ما انتم شايفين يا جدعان اهو، ده العلف اللي باكله لهم. تمام. دلوقتي بس كل اللي هعمله اني اميل شويه واديهم لحظه، احط لهم هنا كده بس كده، ويجوا ياكلهم ان شاء الله يعني. بس كده والله يا جدعان اهو، ان شاء الله ياكلوه. المكان ده يعني تنظيفه مش هيبقى دلوقتي، ممكن بعد اسبوع كمان ولا حاجه ان شاء الله يعني هننضفه. فهو جايين ياكلوا ما شاء الله. فربنا يبارك ويقعد كده بالبركة يا جدعان، وربنا يبارك يا رب يكرم ما شاء الله يعني. دلوقتي يا جدعان انا جبت المية والاكل بتاع الحمام ورايح للحمام عشان اكلهم. ما شايفين يا جدعان بسم الله ما شاء الله. دول الزغال اللي كانوا صغيرين، دول اللي كانوا صغيرين ما شاء الله. فهنبدأ دلوقتي، هبدأ اديهم الاكل بتاعهم. طبعا التانية كده اديهم 3 حمام زغاليل، بديهم كام؟ 3 يا جدعان. بس كده ما شاء الله بديهم الاكل وما شاء الله ربنا يبارك يا رب. الخطوة اللي بعد كده اني هبدأ اعبيلهم مية يا جدعان. زي ما انتم شايفين يا جدعان ما شاء الله، الزغلول بيطلع من البيضة يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. اذكروا الله يا جدعان. دلوقتي يا جدعان بص ما شاء الله انا جبت هامستر جديد. دي انت هامستر سوري، فاعتقد انها عندها سمنة والله اعلم يعني. هي جات لي هدية وكده. تمام. فاول حاجة بجهز لها المكان زي ما انتم شايفين. ده المكان، ده قفص فاضي، ده بتاع، قصدي ده هامستر روسي مش سوري. تمام. بتاعي ده. دي نشارة خشب اهي زي ما انتم شايفين. وهنا حطيتها في المكان بتاع الهامسترات. ده قفص هامسترات سوري كبير، بس انا احط فيه دي عشان ما عنديش قفص هامسترات روسي الصراحه، وعشان انا اقدر احطها في علبه. بس دي عايز احط لها العجله عشان تجري فيها وتعمل رياضه عشان تخس شويه، عشان ده غلط على صحتها عليها اصلا يعني. زي ما شايفين يا جدعان اهو، زي ما شايفين كده. قفلت من الناحيه دي، جاي قافل من الناحيه التانيه. تمام. دلوقتي هعبي لها ميه هنا. تمام.
بس كده زي ما انتم شايفين، اروح جاي مركبها كده. دي العجلة طبعا اللي بيجروا بيها، فهحطها لها برضه. ماشي يا جدعان، ندخلها كده بكل بساطة. بعدين هنلفها الناحية التانية زي ما انتم شايفين. لحظة، زي ما انتم شايفين كده، بكده هتكون اتثبتت، تقدر تجري فيها براحتها بقى عشان تخس. زي ما انتم شايفين يا جدعان اهو، بصوا تجري هي كويس. زي ما شايفين دلوقتي يا جدعان، هحط لها شوية أكل بقى. أنا ما عايز دايت ورجيم وبتاع، بس مش هموتها يعني. هنسيب لها الرياضة قدامها ونسيب لها الأكل، مش هنعمل لها كيتو، عشان كيتو وحش. أول ما تخس هترجع تاكل أكتر الأول. فالمهم يعني دلوقتي هنحطها هي دلوقتي. يلا بسم الله. بص يا جدعان، هي راحت على الأكل على طول. السكشن مكان جديد بقى، زي ما شايفين هتبدأ سكشن المكان كله. وبس كده، خلوها تسكت براحتها، وإن شاء الله تجري هنا وتلعب تخس شوية. نشوف لها ذكر إن شاء الله، يبقى عندنا خلفة هامسترز. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة. كان معكم عمر في قناة مملكة أوبت كينجدوم. أتمنى الفيديو عجبكم، تعملوا شير للفيديو، تشتركوا في القناة، متنسوش تعملوا لايك. بس كده، يلا سلام.